برج الميزان، كل سنة وانتم طيبين بصحة وهنا. معاكم مريم من قناة مريم رحيم سكالت. النهاردة ان شاء الله معايا تاروت الميزان من 25 حتى بإذن الله 30 من شهر مارس. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله كل الخير. يلا بينا كده اهو. طبعا قراءة عامة قد لا تنطبق على الجميع، لكن إذا شعر الميزان وكأن القراءة تنطبق عليه فعليك صندوق الوصف. ويا ريت يا ميزان تكتب لي تحت أي وقت تحب فيه القراءة في رمضان. أول كارت هنا هو الورلد، حلو قوي. تحرك إيجابي ناحية شيء أعتقد إن أنا اتكلمت عليه خلال في الأسبوع اللي فات خلال طاروتك. موفن، بتتحرك صح، بتتحرك فورورد، بتتحرك لقدام في الشيء اللي انت لا طالما تمنيته الحقيقة الفترة اللي فاتت. طيب ماجيشن حلو جدا، تقدر تجذب الشيء دوت ناحيتك، وقدرت فعلا في فترة قليلة جدا انك تجذب الشيء ده ناحيتك. شريط العلاقة فيها حب اكيد، 5 سيوف، وفيها ماضي مضايقك شوية. طيب انا قدامي دلوقتي علاقة بدأت ان هي تتطور من اول وجديد، او بدأت ان هي تحط رجليها على اول خطوات السلم من اول وجديد ما بين الميزان ما بين حد. احتمال يكون الحد دوت شخص اصلا متواجد مع الميزان، او شخص جديد، شخص يعني هي علاقة جديدة نوعا ما ايا كان. لكن اخيرا الميزان بيحس ان هو داخل علاقة نوعا ما فيها توازن. طيب ال5 سيوف هو اللي مخليني حاسة ان البعض منكم العلاقة دي ممكن تكون مش جديدة قوي يعني، ولكنها بقالها فترة، او للبعض الاخر احتمال تكون العلاقة دي جديدة. ولكن ال5 سيوف يا جماعة هو كارت بيفكرك بالماضي، وبيفكرك بحاجات حصلت فيه. انا لا ارجح ده، ويعني احب اقول لكم بلاش ماضي، خلوكوا في دلوقتي، خليكوا في الماجيشن الجميل، خليكوا في التين اوف بنتكل الرائع، في الخطوه الحلوه ديت اللي بتقرب بيها حد، بيقرب بيها منك. هنا اول كارت ليك ايجابي، بتهيألي ما شفتش الايجابيه في كروتك ديت بقالي فتره طويله، فلما فجاه واحده ابص الاقي الكروت بتاعتك فيها ايجابيه بالشكل ده بفرح جدا. ولكن ازعل لما اشوف كارت زي ال5 سيوف، لان دوت بيحسسك يعني اقول لك حاجه، بيحسس الشخص القارئ انه قدام حد الماضي مخليه ممكن ما يعرفش يعيش الحاضر اللي هو حابب يعيشه. هي دي مشكله، لو هذا الشيء اثر فيك قوي وما خلاكش قادر تعيش دلوقتي. طيب يلا ناخد تاني كارت ليك نشوف هيقول لنا ايه من 25 ل 30 مارس برج الميزان، تاروتك الاسبوعي. 6 اوف بنتكل. اوكي، في طرف سخي جدا وطرف بخيل جدا، او طرف حابب قوي انه يفتح قلبه وطرف خايف يفتح قلبه، ما بينك انت وهو، يعني انت وهو. يعني تعالى نشوف كده توصلنا فين حكاية كارت 6 عمل فول. حد فعلا فاتح قلبه، داخل بطاقة جديدة جدا، مستعد ان هو ينبسط، مستعد ان هو يكون مبسوط، ماشي. حد منتظر حاجة هنا. اشعر بالميزان منتظر شيء، وكأنك منتظر شيء يعدل الدنيا، يصلح الدنيا. طوفان يا طيب النايت اوف كاب بالظبط. اذا الميزان هو اللي خايف، الميزان هو اللي بيفكر فعلا في الذكريات السلبية، الميزان هو اللي بيفكر في اللي حصل ما بينه وما بين الشخص ده، او لو الشخص ده جديد يبقى الميزان بيفكر في اللي حصل قبل كده في العلاقات اللي قبل كده. طيب
الميزان شايف ان دي فرصة كويسة جدا ان هو يبدأ من جديد، خصوصا انك انت اللي جاذب الموقف لحياتك دلوقتي. يعني ده شيء انت عايزه، وبالتالي الشيء اللي انا عايزه اللي انا جذبته انا عايزه. انت عاوز الشيء ده وانت جذبت شيء حلو مش وحش. طيب بالنسبة لهذا الشخص، هذا الشخص هو اللي فاتح قلبه جدا عن الميزان. ده اللي انا شايفاه. هو داخل بطاقة حلوة قوي، داخل بطاقة بيقول لك فيها انا الفول. معايا طاقة جديدة، انا مش منتظر اي شيء، انا حابب ان انا اعيش الحب ده معاك دلوقتي يا ميزان، يلا بينا وهكذا. ولكن ربما الميزان لسه منتظر حاجة، منتظر طاقة فيها ايكوال، طاقة فيها خد وهات حب، حاجة زي كده. حابب العلاقة تمشي بسرعة عن كده. طيب يعني خلينا اقول الميزان، انت لو حاسس انك حابب تتسرع في شيء او ان الشيء يحصل بسرعة زيادة عن اللزوم، ده لانك خايف. لكن انت لو في طاقتك الطبيعية العادية، المفروض تفكر نفسك بان ده شيء انت كنت عايزه من زمان، وابدأ بقى كده ايه، اركز في مكانك وتحلى ببعض الصبر. لاني انا شايفة ان الحبيب الشريك او الطرف التاني مبسوط بان العلاقة وصلت للموقف ده دلوقتي. كارتك التالت للطاقة هو الايس اوف سورد. بالفعل الميزان عنده طاقة تسرع، في هنا 7 اوف سورد، في هنا نايت اوف سورد. طيب في طاقة تسرع، في مخاوف من الميزان بتلاعب من هذا الشخص اتجاهه، او بان يكون هذا الشخص يعني بيفكر في شيء ونواياه في شيء، ولكن بيظهر للميزان شيء تاني. بص يعني الحقيقة في هذه الطاقة انا مش شايفة كده، لا بالعكس. لا في هذه الطاقة انا شايفة ان هذا الشخص ما عندوش مشكلة خالص انه يفتح قلبه ويبدأ من جديد. الايس اوف بنتكل بالفعل هذا الشخص محتاج بداية جديدة معاك، هيحاول يشتغل عليها. ولكن هنا الميزان مش موافق ان الدنيا تشتغل او ان الدنيا تمشي بطريقة هادية، طريقة الهانجت. مع فكرة الهانجت من مش شخص واقف كده بس، لا، في تحرك ولكنه تحرك هادي شوية. الميزان مش عاوز كده، لان ده بيخوف الميزان. حتى لو الشخص دوت حابب طاقة العلاقة انها تكون في بداية جديدة زي ما احنا شايفين هنا، وزي ما احنا شايفين هنا بالظبط. الميزان مش همه ده دلوقتي، الميزان مش عاوز يسمع حاجات الشخص ده هيعملها فيما بعد. الميزان عاوز تأكيدات دلوقتي. 8 اوف بنتكل، لا هو فعلا كارتك الرابع دلوقتي نزل لوحده تماما، وبيقول لي ان هذا الشخص حابب يشتغل على العلاقة، حابب جدا. ده بيبص للعلاقة بمنظور مختلف عن الميزان تماما. هذا الشخص باصص للعلاقة قدام، الميزان باصص للعلاقة من منظور المخاوف اكتر. 7 of Pentacles، Ace of Cups، 9 of Swords. طيب الميزان عايز حب اكتر. الميزان عاوز يحس بان العلاقة ديت ماشية في طريق الحب اكتر من كده. الميزان مش عاوز حد يشتغل على الهادي زي ما بيعمل مثلا الشخص ده. الميزان عاوز تأكيدات، وعاوز حد يوريله قد ايه هو بيحبه، وعاوز حد يوريله قد ايه هو مبسوط بعودة زي ديت. لو انتوا الاتنين بقالكوا فترة ما بعيدة عن بعض ورجعتوا، او مبسوط بالعلاقة ديت لو العلاقة ديت جديدة، ده اللي الميزان عايزه. غير كده هتلاقي الميزان هيزيتيت، هتلاقيه متردد، هتلاقيه مهزوز، لانه افكارك كتيرة جدا جدا. غير الشخص دوت في الطاقة ديت افكاره حلوة هادية. تعالى كده نشوف كارتك الخامس هيقول ايه. القمر بالظبط. الميزان مش راضي عن الاشياء اللي هو مش شايفها. يعني لو 1000 شخص دلوقتي جم عشان يثبتوا للميزان ان الشخص دوت عاوز العلاقة تكون حلوة،
او عنده نوايا انه نفسه يبدا من جديد وان العلاقه يبقى فيها بناء، الميزان هيقول انا مش شايف ده، انا عاوز حاجه اشوفها على ارض الواقع. ده جواك على فكره. زائد المشاكل اللي حصلت قبل كده في حياتك العاطفيه الفتره اللي فاتت بالذات، تقل غريب انت كنت حاسس بيه وكنت ماشي فيه وده كان مخوفك جدا. فانت مش شايف البروجرس وهي التقدم الكبير اللي في العلاقه واللي بيحصل. يعني تعالى كده نشوف لك القمر هيقول ايه. ثم نعرف ايه الحكايه. اسف، بالفعل البدايه انت لسه مش مطمن لها، لسه ما شفتهاش. التريف بانكل، مع ان هذا الشخص عاوز قوي انه يحط رجله في العلاقه ويا الميزان. تريف بانكل بتقولي كده. الكوين اوف سورد. طيب افتح قلبك، الميزان قافل قلبه. وخليني اقول لك، انت ممكن تقول لي والله يا مريم انا مش قافل قلبي. اقول لك طريقه تفكيرك بعقلك مخليك نوعا ما تقفل قلبك. يعني ممكن انت تكون فاتح قلبك وفاتحه جامد جامد، لكن الطريقه اللي انت اهو نايم. طيب الطريقه اللي انت قافل قلبك بيها، الطريقه اللي انت بتفكر بيها بعقلك اتجاه الامور وازاي ده يحصل كذا وده هيمشي ازاي بالطريقه ديت وهكذا، هي اللي حطاك في دائره تفكير بالعقل وليس بالقلب. طيب هنا في شخص فرحان، شخص مبسوط، وانا انسب هذا الكارت لهذا الانسان اللي معاك. الويل اوف فورتون. الشخص ده وكانه كان متاكد من جواه ان العلاقه بترجع تاني. طيب هل الميزان كان حاسس بدوت او كان عارف دوت؟ اعتقد الميزان بقاله فتره بيفكر بعقله اكتر من قلبه، وده ربما للمشاكل اللي انت دخلت فيها اللي كانت محسساك انك لو ما فكرتش بعقلك قلبك هيعمل لك مشكله. حكايه لا خالص مش كده. عارف انت قلبك ممكن يدلك اذا كان الشخص دوت ناوي تلاعب او لا، مع اني شايفه طاقته في هذه الطاقه دلوقتي. يعني نواياه، سواء نواياه وحتى مشاعره اللي هي واضحه جدا. لا هذا الشخص لا، هو عاوز ده، هو عاوز ده. خليني اقول لك، في حاجه من جواك بتقول ايوه احنا المفروض نبقى مع بعض، احنا مثلا اكتر اتنين فاهمين بعض. في حاجه كتيره جواك بتقول لك ان ده صح، وان عودتكم مع بعض صح، او ان مثلا ارتباطك بالشخص دوت لو الشخص ده جديد او حاجه زي كده ان دوت صح. وشيء كنت بتطمح فيه او هو كمان اكيد كان بيطمح فيه، ولكن في نفس الوقت المخاوف كتيره. لكن تخيل لو فكرت بقلبك ازاي ان انا اسيب كل شيء يمشي زي ما ربنا عاوزه، ما حاولش اعمل كنترول، ما حاولش ان انا اسيطر على حاجه. عارف انت اللحظه اللي مش هتسيطر فيها على الوضع، حتى الوضع النفسي ليك او سيب كل حاجه تبقى براحتها. اللحظه ديت هي اللحظه اللي بتلاقي فيها نفسك بتوصل لشيء انت عايزه، بتجذب شيء انت عايزه من غير خالص ما تاخد بالك، لوحدك كده. مفيش احلى من كده صح؟ طبعا بشكر الميزان جدا جدا، واشوفكم باذن الله الاسبوع القادم تاني. كل سنه وانتم بخير. شكرا جدا الميزان. السلام عليكم.